النبي ولا ليكوا عليا حلفان. انا كنت واخده بريك من السياسه شويه، قلت إيه نروق الجمجمه كده ونكبر الجي ونروق الدي ونعيش كام يوم كده لطف في اللذاذه، يعني نعمل اوردرات شويه ريفيوهات. بس في اخبار كده بتطلع تقول لك لا يا ولا اكسر البريك. اكسر البريك. امبارح الخارجيه الاثيوبيه طلعت بيان. بس عشان نفهم البيان ده لازم نفهم الحدوته جت منين. في يناير اللي فات 2024 راحت اثيوبيا اتفقت مع اقليم انفصالي في دوله الصومال اسمه صومالي لاند، حاجه لالي لاند خالص. اوكي، اتفقوا معاهم على ايه بقى؟ احنا عارفين ان اثيوبيا دوله حبيسه ملهاش اي منافذ على البحر، خلاص. اتفقوا معاهم يدوهم بعرض بلدهم بطول 20 كيلو على البحر الاحمر، المسافه دي كلها بالمينا بتاعتها اسمها مينا بربر، ويعملوا فيها قاعده عسكريه. طب ده كلام في مقابل ايه يا اسماعيل بيه؟ في مقابل ايه؟ قال لك في مقابل ان اثيوبيا تعترف بصومالي لاند ان هي دوله مستقله، وده طبعا مخالف للاعراف الدوليه. مخالف. راحت اثيوبيا معترفه بصومالي لاند. مين قفش بقى؟ دوله الصومال. قال لك انت بتهزقني، يعني انا دلوقتي ده اقليم انفصالي عني، انت رايح تعترف بيه كدوله وتعمل معاه اتفاق؟ طب ما فيش اتفاق، ايه رايك بقى؟ خلاص. وراح الرئيس الصومالي جه على مصر، قابل فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. يرضيك كده يا ريس؟ قال له لا ما يرضينيش، انتوا دوله عربيه معانا في جامعه الدول العربيه والكلام ده ما ينفعش، وكده كده جامعه الدول العربيه في اتفاقيات دفاع مشترك بينها وبين بعضيها. حلو، بس انا وانت كصومال تعالى نعمل اتفاقيه دفاع عسكري مشترك. باشا ماشي، باشا ماشي، موضوع الاتفاقيه. ابو احمد قير بقى الدوده اكلته. الدوده اكلته، بس خنس وسكت. قال لك اما اشوف هيعملوا ايه العالم دي. امبارح طلعت بقى اخبار ان هيتم استبدال قوات حفظ السلام اللي في صومالي لاند بقوات مصريه. وابتدت تنتشر فيديوهات لطيارات مصريه لنقل معدات اللي هي سي 130، بتنقل معدات وجنود كتار مقدر عددهم ب 10,000 مقاتل. يعني مش نفرين، 10,000 مقاتل، غير المعدات العسكريه اللي اتنقلت. وعنها يا اخويا يا جوبك الفيديوهات دي ابتدت ترترت كده والاخبار ابتدت تنتشر، راحت الخارجيه الاثيوبيه مطلعه بيان بتقول لك يا يا متحده اللي انتوا بتعملوه ده، ايه اللي بيحصل ده، ايه اللي بيجرى ده. مش عاجبهم بقى الكلام، وزعلانين ومقموسين قوي من الامم المتحده ان القوات بيتم استبدالها. ماشي. وقالت لك بقى في قوى فاعله في المنطقه بتحاول ان هي تعمل اتفاق مع الصومال وتزعزع امن المنطقه. هو ما قدرش يقول مصر، البيان ما قدرش يسميها مصر. اوكي، بس دلوقتي يا باشا يعني لما مصر تتفق مع دولة الصومال كدولة يبقى احنا وحشين وبنزعزع المنطقة وأمنها، وانت لما تروح هناك عند الإقليم الانفصالي وتعترف بيه وتخالف مواثيق الأمم المتحدة، ده انت كحك بسكر وسخن وبسمسم يا اخويا. الا بالنبي. وقال لك بقى في البيان؟ احنا لن نقف خاملين. مين وقفك خامل يا بالحق؟ ما تنشط معانا كده، ده احنا بنسترجاك تنشط من زمان. والله بنسترجاك، يعني احنا جينا لك اهو على حدودك، نعمل ايه اكتر من كده؟ انشط معانا كده. قال لك احنا هنراقب عن كثب. احنا كمان بنراقب عن كثب. احنا قاعدين لك يا ابو احمد. انا عارفه ان انت نفسك تلم المعارضه اللي حواليك، عشان هو عنده معارضه مسلحه شديده عليه شويه، فهو كان نفسه يعمل بوليكه كده عشان يلم الناس حواليه شويه ويبتدي ياخد دعم شعبي. بس ربنا يوفقك ان شاء الله، ونشوف هنعمل ايه في حياتك دي. واحنا قاعدين وانت قاعد، انت تراقب عن كثب واحنا نراقب عن كثب. احنا قاعدين لبعض بقى. احنا قاعدين لبعض، بس احنا قربنا لك شويه يعني عشان تبقى المسافه قريبه شويه. فانت شوف بقى، هتقف خامل، هتقعد ناشط، شوف عايز تعمل ايه، عشان احنا موجودين. يعني احنا قاعدين لك والله. وانا طلعت لكم بقى، انا جيت. اوكي، عوده الى الملاعب. اوكي، ونتمنى انها ما تطولش، يعني عشان انا رغي في السياسه خلاص بقى بيبوظ لي بشرتي، وانا بعالج فيها بقالي كتير. اوكي.